تقول: أريد أن أحكي قصة استجابة الدعاء. عندما كنت صغيرة في صغري كان عندي دعوة أن أخواتي الثلاثة يحكوا ويسمعوا، لأنهم كانوا من الصم والبكم، كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا لم أكن أعرف شيء عن الدعاء. صرت أعمل مثل بابا وأرفع يدي فوق وأدعي لربي أن أخوتي يتكلموا ويسمعوا، فسبحان الله استجاب رب العالمين. وفي عام 2014 سافروا على تركيا وعملوا عملية زرع قوقعة، ورجعوا يسمعوا مرة أخرى، ودخلوا المدرسة وتعلموا النطق وصاروا يتكلموا. اللهم لك الحمد. هذه أول دعوة أتذكرها، والله استجاب الله لدعوتي. احرصوا على الدعاء، فالدعاء يصنع المعجزات. الدعاء والقدر يتصارعان، فاحرصوا على الدعاء. تقول: السلام عليكم، أريد أن أحكي قصتي. القصة قديمة، لكن كانت أول مرة ربي يستجيب دعائي. عندما كان عمري 12 سنة كان عندي قط أحبه كثيرا. لما جاء رمضان في الصباح ذهبت أمي للسوق مع أختي الصغيرة حتى يشتروا أغراض للعيد الفطر، وبعدين رآهم القط فمشى وراهم وضاع، ونحن بمنطقتنا كبيرة، يعني لا يعرف يرجع على البيت لأن الطرق كثيرة. أنا يعني ضللت أبحث عنه في كل مكان كم يوم ولكن لم أجده، وفقدت الأمل وصرت أبكي وقلت خلاص ويمكن مات من الجوع. وبعد رمضان بحوالي 20 يوم في الليل صليت صلاة العشاء وجلست أقول: يا ربي رد لي قطي يا رب. وصرت أناجي وأنا أبكي حتى نمت بدموعي على عيني، وعمري 12 سنة، يعني لا أعرف أصلا ما معنى الدعاء. والمعجزة صارت، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو. في الصباح فتحت عيني وأنا على فراشي أسمع صوت أبي يقول: قومي قومي القط رجع. وأنا شعرت كأن الأرض اهتزت، وكانت الفرحة عظيمة لا أنساها، وكانت أول استجابة لدعائي. الحمد لله رب العالمين. وفي وقتنا الحالي أبي متوفي رحمه الله. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يرد يدا ترفع إليه، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالدعاء يرفع القضاء، فكم من المصائب ارتفعت بالدعاء، وكم من نعم جلبها الدعاء. فعليكم بالدعاء، وألحوا وأنتم تدعون، والله إن شاء الله ستستجاب دعواتكم، فالله كريم لا يرد يدا ترفع إليه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.